السلام عليكم، انا رحمة ناجي. كل سنة وانتم طيبين. هعمل النهاردة معاكم الزبادي بأسهل طريقة في البيت، ومش هتبوظ معاكم خالص، وبطريقة ناجحة جدا زي الزبادي جهينة بالظبط اللي انتوا بتجيبوها من بره. اول حاجة كده بنبدأ بكيلو من الحليب. انا الحليب هنا غلياه وحاطه فوقيه خشبة لغاية ما غلى كده دقيقتين ولا حاجة، وطفيت عليه، وبعد كده بسيبه يهدى لغاية ما احط صبعي فيه كده يبقى زي رضعة البيبي، اللي هو استحمل لغاية 30 ثانية. بعد كده بفضل اقلب فيه جامد زي ما انتم شايفين بمعلقة او شوكة او مضرب بيض. المهم يطلع الرغاوي اللي انتوا هتشوفوها دلوقتي، والرغاوي ديت اللي هي هتعمل القشطة زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده جبت طبق احط فيه بقى الزبادي بتاعي اللي انا هخمر بيه الحليب، وطبعا سايبه الحليب يهدى خالص. جبت كده زبادي بلدي، طبعا النوع ده انا بحبه وبحب طعمه، فانا الطعم الزبادي بيطعم بطعم الزبادي اللي انت بتحطوها عليه. حطيت كده زبدايه، وهحط